أنا دايماً باحس إني تايهة في عالم الغسولات، وصعب إني ألاقي غسول يضبط مع بشرتي الدهنية دي. جربت تقريباً كل حاجة لحد ما لقيت غسول دكن الأخضر للبشرة الدهنية اللي بيجي بفرشة سيليكون، واللي عليها اختلاف كبير جداً. ناس حبتها وناس تانية بيقولوا إنها مضرة جداً للبشرة، بس ليه هو بالذات اللي عجبني أوي كده؟ ده لأن فيه مكونات طبيعية كتير لعلاج كل مشاكل البشرة الدهنية زي ساليسيليك أسيد، وده بقى بجد حبيب البشرة الدهنية لأنه بيقشر البشرة وينظف المسام، فبيقلل الحبوب والرؤوس السوداء. وكمان فيه جلايكوليك وفيتامين سي اللي بيخلصوا البشرة من خلايا ميتة وبيفتحوا البقع، والزنك اللي بيقلل إفراز الزيوت من البشرة فبيقلل اللمعان وبيخلي البشرة متبقاش دهنية طول الوقت. الغسول كمان فيه الجليسين والعسل اللي بيرطبوا البشرة من غير ما يسدوا المسام وبيهدوا البشرة من أي التهابات. نيجي بقى للفرشة السيليكون اللي عليها كلام كتير دي. أولا كده أنا مش بستخدم الفرشة السيليكون كل يوم، ممكن بس مرة ولا مرتين في الأسبوع كده كنوع من أنواع الفيزيكال سكراب، وبحسها فعلا بتعمل فرق لأنها بتعمل مساج لطيف كده للبشرة وبتساعد الغسول إن يوصل لأعمق طبقات البشرة عشان ينظف المسام كويس جدا. أول حاجة قبل الاستخدام إن أغسل الفرشة كويس جدا بالمية السخنة عشان أتأكد إنها نظيفة، وبعدين أضغط كده على الأنبوبة عشان تطلع الغسول، وبعدين أغسل وشي بالفرشة لمدة دقيقة كده بشكل دواير، وبعدين أشطف وشي كويس بالمية. ولو هستخدمه بقى من غير الفرشة فأنا بقلب العبوة كده وبدوس عليها عشان الغسول ينزلي واغسل وشي عادي جدا. ولو مش حابة الفرشة أصلا ففي شكل تاني من نفس الغسول بس من غير الفرشة، وهسيبلك في الديسكريبشن اللينك بتاعه. الغسول حجمه 175 مللي، بس طبعا الغسول لوحده مش هيكون كفاية للبشرة الدهنية علشان يعالج الحبوب والبقع، وهتكوني محتاجة تعملي روتين كامل. فشوفي الفيديو ده عن لاين ديرماكتيف اكتي كلير للبشرة الدهنية. لحد ما اشوفك الفيديو الجاي، خلي بالك من بشرتك.